السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هعمل معاكم رز بلبن زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله طعمه كده كريمي وطعمه تحفة، والله هتجربوه هيعجبكم. هنا معايا الحلة ضفت فيها كوباية من الرز. هنا انا هعمل 2 كيلو من اللبن. الكيلو اللبن ليه نص كوباية من الرز، انما ال2 كيلو لهم كوباية كاملة هو من بتاعة العصير دي زي ما انتم شايفين. هنا بقى جبت الرز غسلته الاول زي ما انتم شايفين كده، لازم يتغسل كويس وتكون المية بتاعته رايقة كده. هسيب بقى الرز يستوي، لازم الرز يستوي قوي، ما ينفعش يضيف عليه لبن هو مش مستوي. هنا بقى كان خلاص الرز ده هو زي ما انتم شايفين، كان استوى كله هوت وشرب المية اللي فيه، ما فيش فيه اي مية عشان ما حدش يقول انت ضايفه على اللبن مية. هو بقى بيبقى اشرب المية بتاعته هين كلها، ما بيبقاش فيه اي حاجة. هنا بقى ضفت اللبن اهو. اهم حاجه برضك في طعم الرز ده بلبن، اللبن اللي انتوا بتشتروه لازم أن يكون لبن يعني حلو، ما يكونش مغشوش عشان يبقى طعمه حلو. هنا بقى فضيت اهوت الاتنين كيلو لبن زي ما انتوا شايفين. بقى انا بعمل كوبايه الرز الاتنين كيلو من اللبن، بيطلع القوام بتاعه مظبوط، ولا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبرضك انا مش بكتر فيه النشا عشان برضك ما يبقاش تقيل. هضيف بردك بقى هنا السكر ده بقى حسب الرغبة بتاعتكم انتوا، يعني لو عايزينه مسكر قوي عايزينه مظبوط زي ما انتوا بقى حابين. انا عن نفسي بحب يكون مظبوط، لا هو مسكر قوي ولا هو دلع قوي. واهم حاجة بقى طول ما الرز ده بلبن كده على البوتاجاز، لازم تكون بردك ايديا فيه بالتقليب المستمر عشان ما يلزقش مني في الحل او يشيط مني. هنا بقى جبت النشا هون دوت نشا دريم. الصراحة انا اول مرة اجربه لقيته حلو عن اللي هو النشا السيد، يعني بيربط على طول رز ابو لبن. هنا حطيت كده يعني شويه كده حلوين يعني بالبركه كده، انا مش بعاير الصراحه. حوالي يجي معلقتين كبار كده او 3. وضفت عليهم اهوت شويه ميه صغيرين خالص بردك، مش بكتر الميه. او لو انت عندكم لبن ممكن تدوبوا النشا في الميه في اللبن قصدي. هنا بقى دوبت اهوت كل النشا، ما ينفعش ان انا اضيف النشا كده، بيبقى يعني يعمل تكتلات في اللبن. لازم ادوبه كده في الميه عشان يبقى حلو معايا ومظبوط معايا. هنا بقى ضفت اهوت النشا. انا بحب اضيف النشا واللبن لسه ساقع، ما ينفعش انزل بالنشا على اللبن هو سخن، هيكلكع معاكي كده وانتي بتعمليه. لازم ان يكون اللبن لسه بارد، ما يكونش يعني غلي. هنا بقى اخر حاجه بضيفها كيسين من الفانيليا. الكيلو اللبن بياخد كيس واحد بس من الفانيليا، هنا عشان انا عامله 2 كيلو فانا ضفت كيسين من الفانيليا. طول ما هو بقى على البوتاجاز اهون، انا ادي فيه بقى خلاص بقى، انا عليت عليه البوتاجاز اهون يا دوبت هيغلي. وهنا بقى كنت ظبطت بقى السكر بتاعه وظبطت النشا وكل حاجه تمام اهون زي ما انتم شايفين، طريقته سهله خالص يعني، ما خدش معايا وقت يعني. الصيف ده بقى عايز حاجات بقى من دي كده، حاجات مسكره كده نحطها في التلاجة كده يعني ترطب كده في الجو اللي احنا فيه ده. فقلت ما فيش احسن بقى من الرز ده بلبن، الواحد يعمله كده ويحطه في التلاجة بيبقى طعمه حلو. هنا بقى كان خلاص جهز معايا زي ما انتم شايفين بقى كده اهوت. جبت هنا الطواجن دي عشان انا هضيف منه في الفرن، وبرضك هعمل من غير فرن. لو انتم ما عندكوش الطواجن دي ممكن تضيفوها في اي اطباق عندكم اي حاجه، مش هنقف يعني على حاجه. هعمل هون كل الاطباق اللي معايا اهيت هغرفها زي ما انتم شايفين بالشكل دون كده. هنا بقى كنت مسخنه الفرن، هدخل بقى الطواجن يا دوب تاخد وش بس من فوق كده وهخرجها على طول. اهو زي ما انتم شايفين كده هون مشغله الشوايه بس من فوق، مش مشغله حاجه من تحت، انا عايزاه بس ياخد وش مني كده وخلاص. وهنا بقى كنت غرفت الاطباق اهيت وبزوقها زي ما انتم شايفين كده، دي دون زبيب وجوز الهند اي مكسرات عندكم ممكن تزوقوا بيها. انا ما تنفعش يعني تحطوا المكسرات ديت والرز لسه مغروف سخن، لازم يهدى شويه يعني يبرد شويه، عشان خاطر لو سخن بتلاقوها تغطس لتحت كده، مش بتبقى عايمه زي ما انتم شايفين كده على الوش. لازم اهم حاجه تسيبوا الرز بلبن يهدى شويه كده عشان
الزبيب وجوز الهند كده باين على وشه كده، انما لو سخن هتلاقيه غطس لتحت كده وتبقى شكل الاطباق مش كويس. هنا بقى انا وزعت اهون بقى كده يعني زي ما انتم شايفين كده. وهنا بقى بردك الطواجن اهي كانت خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين بقى اهي ما شاء الله. لازم بردك تبرد وبعدين بقى ايه تدخلوها التلاجة، هتاكلوا بقى احلى رز بلبن. عايزه اقول لكم والله العظيم طعمه كان كريمي كده وطعمه تحفه. جربوه كده بنفس الطريقه ديت والله هتعملوا ان شاء الله احلى رز بلبن. اهو زي ما انتم شايفين اهوت القوام بتاعه، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، ما شاء الله هوت على القوام بتاعه وطعمه تحفه كده والله. يا رب يكون بقى فيديو النهارده عجبكم، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.